عمرك سألت نفسك ازاي تطبيق الطقس على موبايلك بيعرف درجة الحرارة في أي بلد في العالم من غير ما يكون عنده سنسور هناك؟ السر كله في ال API. النهاردة وفي ثواني هفهمك ببساطة ازاي التطبيقات والأنظمة بتكلم بعضها. تخيل ال API أو ال Application Programming Interface كأنه بالظبط جرسون في مطعم. انت كتطبيق أو كمستعمل بتمثل الزبون اللي قاعد على الترابيزة تطلب طلب معين من المنيو. الجرسون بياخد طلبك ده ويروح بيه للمطبخ اللي هو هنا بيعبر عن السيرفر أو قاعدة البيانات الضخمة. المطبخ بيجهز الأكل، الجرسون بيرجع لك بالوجبة أو البيانات اللي أنت طلبتها من غير ما تضطر تدخل المطبخ بنفسك وتشوف تفاصيل الطبخ بتتم إزاي. باختصار ال API هو الوسيط التقني اللي بيسمح لتطبيقين مختلفين تماما يتبادلوا المعلومات بشكل آمن وسريع من غير أي طرف فيهم يحتاج يعرف تفاصيل الكود الداخلي للطرف التاني. خد بالك من الفخ التقني ده وده بيقع فيه مبرمجين كتير في البداية. لما تيجي تستخدم API خارجي في مشروعك إياك تكتب ال API key أو مفتاح الوصول السري جوه كود الفرونت اللي بيظهر للمستخدم، لأن أي حد بيفهم كود يقدر يفتح الانسبكت ويشوف المفتاح ده ويستغله في سحب بياناتك أو يستهلك الباقة بتاعتك ويقفل لك الخدمة بالكامل. الصح دايما إن البيانات الحساسة دي تتعامل وتتخزن في الباك إند في بيئة محمية تماما. النصيحة الإضافية ليك، لو عايز تبدأ تجرب وتفهم ال APIs بشكل عملي مش محتاج تبني سيستم معقد من الصفر. تقدر تستخدم أدوات قياسية ومجانية زي بوست مان أو حتى تستخدم أمر CURL البسيط في التيرمينال عشان تبعت طلبات ل APIs مفتوحة وتشوف البيانات وهي راجعة قدام عينك بصيغة الجيسون. الخلاصة من غير ال API الإنترنت بشكله التفاعلي اللي بتشوفه النهاردة ما كانش هيكون موجود أصلا، لأن المواقع والخدمات كانت هتفضل معزولة عن بعضها. قولي في الكومنتات، هل جربت قبل كده تتعامل مع ال API في مشروعك؟ لايك وسبسكرايب لو عايز محتوى أكتر يوضح لك كواليس الويب والأنظمة.